مقابل هدفين. الهدف الأول للمبدع عرف السيد في الدقيقة 25 من بداية اللقاء، يضعها في الزاوية اليسرى العليا، روعة 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 روعة. ثم ومن كرة مقطوعة يستغلها فريق طلائع الجيش بمهارة شديدة جدا، وتمريرة روعة 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 في اتجاه عرف السيد في الدقيقة 45، يراوغ ويودعها المرمى الخالي من حارسه. ولكن وبعد نزول عبد الحكيم محمود في الشوط الثاني، محمود عبد الحكيم يستطيع أن يحصل النادي المصري على ضربة جزاء. هذا هو هدف معاذ الحناوي الثالث، لتصبح النتيجة 3-0 لصالح طلائع الجيش. يتغير الأمر ومن ضربة جزاء صحيحة إلياسو في الدقيقة 64 تتعدل النتيجة إلى 3-1. ثم وفي الدقيقة 83 ومن أوفر رائع من محمود عبد الحكيم من الشمال، حطها بوش رجله الخارجي أحمد رؤوف لتتعدل النتيجة 3-2، ويضيء الأمل مرة ثانية أمام النادي المصري. ولكن المبدع عرف السيد ومن ضربة رأس من حوالي 12 ياردة يودعها في المقص الأيسر، روعة 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 وحاجة جميلة جميلة جميلة. عرف السيد يعتلي قائمة الهدافين برصيد 6 أهداف، واليوم هو الهاتريك لهذه المباراة، والمبدع عرف السيد الذي